نفديك يا صومال، نفديك يا صومال. من أكثر المواضيع التي أشغلت الرأي العام الصومالي هي قضية تسليم الحكومة الصومالية عبد الكريم شيخ موسى الملقب بقلب طلح القيادي في جبهة تحرير أوغادين إلى إثيوبيا. وانقسم الرأي العام بين مؤيد لهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الصومالية بقيادة الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء خيري، ويعتبرها خطوة نحو الاتجاه الصحيح للحفاظ على الدولة والأمن القومي. وفي المقابل هناك من يرى أنها انتكاسة وقعت فيها الحكومة الصومالية واعتبرها خيانة ويطالب بإسقاط فرماجو. وسوف نحاول هنا أن نطرح أغلب الآراء ونرد عليها. دعونا نبدأ ببعض الآراء المؤيدة لتسليم قلب طلح إلى إثيوبيا. هناك من يقول الرجل إثيوبي فمن حق الدولة أن ترجع لبلده، وهؤلاء أصلا لا يريدون الصومال ويقولون أنهم إثيوبيون، وإلى متى نهدم الدولة لأجل هؤلاء؟ دعونا نجيب على هذا السؤال. الرجل على حسب ما علمنا أنه صومالي الجنسية كما ذكرت زوجته، ومولود في مدينة مقديشو، وكان في الجيش الصومالي حتى سقوط نظام سياد بري، وشارك في حرب 77 التي كانت بين الصومال وإثيوبيا، واستشهد أخوه في نفس هذه الحرب وأصيبه. فهل نتوقع أنه ذهب بعد سقوط دولة سياد بري إلى إثيوبيا وأخذ الجنسية؟ الله أعلم. أما عن أن سكان إقليم الصومال الغربي أو ما يعرف أوغادينيا لا يريدون الصومال ومقتنعون أنهم إثيوبيون، بربك كيف استنتجت أساسا أنهم لا يريدون الصومال وينسبون أنفسهم لإثيوبيا وهم أصلا تحت الاحتلال شئت أم أبيت؟ وفي المقابل أنت بنفسك ترفض استقلال الصوماليلاند، رغم أن الذي جعل من الصوماليلاند إقليما مستقلا عن الصومال هو نفسه من أعطى الصومال الغربي لإثيوبيا. أقصد ساكس بيكو. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وأيضا هناك نسبة ليست بقليلة من سكان صوماليلاند كما تعلم تؤمن باستقلال صوماليلاند عن دولة الأم، وهم ليسوا تحت يد المستعمر بل أحرار. فلماذا نراك تتلقف شواذ الأقوال التي تخرج من إقليم الصومال الغربي الواقع تحت الاحتلال، التي تقول أنهم إثيوبيون ومعتزون بدولتهم، وتتجاهل الأقوال التي تخرج من سكان صوماليلاند عن استقلالهم ورفضهم تبعية الصومال الإيطالي أو الدولة الصومالية، وتغضب عند سماعك هذا الكلام؟ أليست هذه ازدواجية؟ هل سمعت برجل اسمه مسعود البرزاني؟ أظنك سمعت به. هذا الرجل يشغل منصب الآن رئيس إقليم كردستان. هل تعلم أنه من مواليد إيران وبالتحديد مدينة مهابات في إقليم الكردي الإيراني، وكان والده مؤسس الدولة الكردية التي أقامت في الجزر الكردي في إيران؟ هل سمعت واحد من أكراد العراق يقولون لبرزاني ارجع إلى إيران وسوف نسلمك إيران وأنت لست كردي عراقي؟ تعرف لماذا لم تسمع بهذا؟ لأنهم يؤمنون بوحدة الأراضي الكردية، وأنهم دولة قومية وليست دولة قطرية، وأن وطنهم واحد ولا يؤمنون بحدود رسمها لهم ساكس بيكو. أما عن قولك إلى متى نهدم الدولة لأجل هؤلاء، من الغباء أن يهدم الرجل صورة الذي يحمي بيته، فدع عنك من يهدم جزء من بيته. الصومال الغربي جزء من الصومال، وهذا حسب الدستور الصومالي، فكيف تتنازل عنه وتسلمه لعدوك اللدود؟ وحتى إذا كنت لا تؤمن بأنه جزء من الصومال، هل من مصلحة الصومال تسليم كل أوراق الضغط التي تملكها إلى إثيوبيا؟ وهل سوف تتوقع عندما ترتاح إثيوبيا من الصداع أو النف سوف تترك الصومال وشأنها؟ أي منطق عقلي أو سياسي تفكر فيه؟ أما عن هذه الاتفاقية وأن الدولة الصومالية مجبورة بالالتزام بهذه الاتفاقية، كيف يتم توقيع اتفاق بهذا الحجم ويكون ممثل الصومال رئيس إقليم وبعض أعضاء البرلمان في خلاف قبلي، وبعد ذلك لا يتم عرض الاتفاقية على البرلمان؟ إذا قلت لي الخطأ من البرلمان ولماذا لم يطالب بنشاط القضية، أقول لك ألم يكن المفروض أن الدولة هي من تعرض اتفاقية على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها وليس العكس؟ ثم لماذا كنت في السابق تصفق لموقف البرلمان من اتفاقية البحرية مع كينيا وترى في البرلمان أنه برلمان وطني لأنه رفض اتفاقية وقعت عليها بعض المسؤولين في الدولة مناصبهم كانت أرفع مناصب الذين وقعوا اتفاقية جرجيرة؟ مرة أخرى لماذا هذا التناقض؟ ثانيا، ألم يكن على الدولة أن تطرح موضوع تسليم قلب طلح على الشعب أولا وعلى البرلمان ثانيا، بدلا من شغل المافيا وبيعه في السوق السوداء والتخبط في التصريحات واستغفال الشعب بل قل استحماره؟ فمر الرجل في أيادي أمينة وقد قامت المخابرات الصومالية في إفشال محاولة تسليمه إلى إثيوبيا من قبل إدارة كنمدو، وبعدها نسمع أن الرجل هو من سلم نفسه، وكان دور الحكومة الصومالية هي الوساطة بينه وبين الدولة الإثيوبية، ونتفاجأ بنفي من قبل الدولة الإثيوبية كلام المسؤولين الصوماليين، وأن الرجل تم تسليمه عن طريق اتفاقية مشتركة بين الدولتين، والتسليم جاء بعد عمل مشترك بين المخابرات الصومالية والإثيوبية، يعني أن الخطة كانت مدروسة من قبل. عندها تخرج علينا الحكومة الصومالية وتقول أن الرجل كان يهدد الأمن القومي وكان يسعى للقيام بعمليات إرهابية داخل الصومال وله صلة مع حركة الشباب، مع العلم أن البيان الصومالي
بأن الحكومة الصومالية لم يذكر أو تجاهل أن يذكر أن عبد الكريم الشيخ موسى مواطن صومالي أم لا. السؤال: إذا كان الرجل مواطن صومالي كما هو معلوم حتى الآن ولم تنفذ الحكومة الصومالية هذا الكلام، فلماذا لا يتم محاكمة قلب طقح داخل الصومال بما أنه يهدد الأمن القومي الصومالي وكان يسعى القيام بعمليات إرهابية داخل الصومال؟ لماذا يسلم بلد آخر ولا يحاكم في بلده؟ والمصيبة من يقول أن تسليم إنسان مسلم البلد كافر حلال، والدليل صلح الحديبية وقصة أبو بصير رضي الله عنه. أولا، حكم التسليم المسلم للكفار مخالف للنصوص الشرعية القاطعة الدالة على عدم جواز تسليم المسلم من يؤذيه، وهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ونقولات العلماء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبو بصير وصحبه قال: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ضع خط على كلمة سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث مع سيدنا عمر بن الخطاب قال: إني رسول الله ولست أعصيه. قال حافظ ابن حجر: أما قوله إني رسول الله ولست أعصيه ظاهر فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل من ذلك شيئا إلا بالوحي. قال كذلك ابن حزم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلى الكفار أحدا من المسلمين في تلك المدة إلا وقد أعلمه الله عز وجل أنهم لا يفتنون في دينهم ولا في دنياهم وأنهم سينجون ولا بد. فهل نزل الوحي على فرماجه لكي يكون له استثناء؟ سؤال ثاني: لماذا لا تسلم الحكومة الصومالية الشيخ حسن طراويس أو منصور لإثيوبيا؟ فالاثنين هددوا الأمن القومي الصومالي وسعوا بل قاموا بأعمال ضد الدولة، ولهم علاقات أو صلات مع حركة الشباب، بل كانوا قادة سابقا في الحركة. والشيخ حسن طاهر أويس كان يقاتل داخل الإقليم الصومالي الغربي المحتل قبل إثيوبيا مجددا. لما كل هذا التناقض؟ وفي المقابل، إذا كان يحق لإثيوبيا أن تطالب الدولة الصومالية بتسليمها المواطنين الصوماليين لها وتحاكمها عندها، فلماذا لا تكون معاملة بالمثل وأن تطالب الدولة الصومالية حكومة إثيوبيا بالمجرمين الحرب الذين دنسوا أرض مقديشيو وقاموا بجرائم حرب من قتل واغتصاب واعتداء، إلا إذا كانت دماءهم أغلى قدرا ومنزلة من دمائنا؟ هناك سؤال آخر: قالوا أن الرجل يدعم ويساعد حركة الشباب الإرهابية وشارك في الاغتصاب والقتل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رتقة الخبال حتى يخرج مما قال. كمية الاستغفال التي تقوم بها الدولة الصومالية مع الشعب غير معقولة. إن شئت أن تقول استحمار وليس استغفال، كيف يكون عبد الكريم شيخ موسى قيادي في جبهة التحرير وقاذين أونف وفي نفس الوقت له صلات مع حركة الشباب التي تعتبر الجبهة أنها جبهة مرتدة وعلمانية، وقد قتلت الحركة المئات من أعضاء الجبهة؟ سبحان الله. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. من قال الرئيس فرماجة أن الشعب الصومالي ساذج لهذه الدرجة بحيث ينطلي عليه مثل هذه الأكاذيب ولا يستطيع أن يفرق بين الجبهة تؤمن بالديمقراطية والصراع القطري وبين حركة سلفية جهادية عالمية. ثانيا، الرجل قام باغتصاب وقتل، وهناك فيديوهات تم عرضها في القنوات الإثيوبية للنساء وشيوخ يثبتون هذا الكلام. بأي منطق نقبل شهادة الخصم؟ ثم منذ متى أصبحنا نؤمن بالإعلام الإثيوبي ونجلس لنستمع لشخصيات عميلة لإثيوبيا تلقي علينا بعض المحاضرات؟ إلى هذه الدرجة وصل بنا الحال أن نستحل عرض إنسان مسلم صومالي كافح من أجل أرضه وشعبه بدل أن ندعمه أو على الأقل نسكت ولا نسلمه العدو. لا، نسلمه العدو ومن ثم نتسابق في إلصاق التهم عليه ونستحل عرضه. فلان كان يغتصب ويسرق ويقتل وكذا وكذا وكذا. أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم. المصيبة هناك من يجعل من إنكار الظلم والدفاع عن المظلوم مسبب لهلاك الأوطان ونشر الفتنة، رغم أن القرآن الكريم والسنة النبوية كانت واضحة في هذه المسألة أن سبب تدمير البلدان وهلاك الأمم هو الظلم والسكوت عن الظلمة. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فدع عنك عن تبرير للظالم. متى يهلك الله القرى ويدمر الأوطان؟ قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ونحن مكلفون شرعا بإزالة الظلم حسب القدرة وإنكار على الظالمين وعدم الرضا بالظلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وها أنتم لم تكفوا بالسكوت عن الظلم بل التبرير والفجور في الخصومة وتحميل الضحية المظلوم الذنب والدفاع عن الظالم. لا أرى خذلانا وخزي أكبر من هذا. يأتي أحد ويقول لك إننا في مرحلة ضعف والعدو يتربص بنا ولسنا مستعدين لكل هذه المشاكل،
دع الرجل يسجن ويصبر، فسجن شخص واحد أفضل من تعذيب شعب بالكامل. سبحان الله. ولأننا في فترة ضعف فنحن في أمس الحاجة إلى العدالة وتجنب الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان عدد المسلمين 300 تقريبا، وكان عدد المشركين 1000 وهناك 200 فارس. يعني تستطيع أن تقول أن جيش المشركين يساوي 3 أضعاف جيش المسلمين في وسط هذه الظروف الصعبة. والنبي يسوي جيش المسلمين. قبل المعركة كان الصحابي سواد متقدم في الصف، فضربه النبي بالمسواك وقال له: استوي يا سواد. وقال سواد رضي الله عنه: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق، فاقدني أي دعني أقتص منك. فكشف النبي عن بطنه الشريف وقال: اقتص يا سواد. لم يقل النبي: نحن في حالة حرب ووقت غير مناسب وهذا ليس وقته. ولم يقل الصحابة لسواد: أنت خائن وتزرع الفتنة. ولم يقل أحد أن النبي هو ظل الله في الأرض وهو أعلم منك حتى وإن أخطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدالة هي التي تقيم الدولة وليس الظلم والمتاجرة بأبناء الوطن وبيعهم للعدو. حدث الصحابي المستورد بن شداد رضي الله عنه في مجلس كان فيه عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أبصر ما تقول، أي تأكد، هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما لئن قلت ذلك أن فيهم خصال 4، وذكر 4 خصال من ضمنهم: وأمنعهم من ظلم الملوك. عجبا لكم، ألم تكونوا قبل أيام تسابقون في مقالاتكم ومنشوراتكم وكتاباتكم أن الصومال دولة ديمقراطية وأننا أفضل من بقية الدول العربية وبعض الدول الأفريقية، فلماذا الآن ترفضون الرأي الآخر بل وتتهمون غيركم بالخيانة؟ أين الديمقراطية وتقبل الرأي المخالف؟ أم أنكم أصبحتم كالذي صنع صنما من تمر فلما جاع أكله؟ هناك سؤال آخر يقول: الدولة ساعدت في تحسين الاقتصاد والأمن وهذه أفضل حكومة صومالية حتى الآن، فلماذا تريدون نشر الفتنة؟ لماذا لا تنشغلوا بالفقراء الذين يموتون من الجوع والضحايا التفجيرات بدل أن تنشغلوا برجل واحد؟ سبحان الله. لا ننكر أن الدولة لها أيادي بيضاء وقد قامت بالكثير خلال الفترة القليلة التي تسلمت فيها زمام الأمور، ولا ينكر هذا إلا جاحد، ولكن ما في داعي لخلط المواضيع. نحن لا نتكلم عن فساد الدولة أو تقصير أمني، نحن نتكلم عن تسليم مواطن صومالي لدولة أخرى يعتبرها أغلب المجتمع الصومالي العدو التاريخي للصومال. لذلك من المهم أن نفرق بين الموضوعين. على سبيل المثال، إذا جاء أحدهم إلى بيتك وقام بتنظيف بيتك وترتيبه، ولكن قبل أن يغادر بقليل قام ببيع بعض أثاث منزلك، فهل عندما تذهب وتشتكي عليه فسوف يقول لك: يا رجل احمد ربك، أنا نظفت بيتك ورتبته، فبدل أن تشكرني تأتي وتشتكي لي، ألا تستحي؟ فهل من المنطق أن تسكت عما قام به هذا الرجل من بيع الأثاث منزلك فقط لأنه رتب، أم أنك سوف تتعجب بربطه المواضيعين مختلفين؟ ثانيا، لماذا نربط الجوع والفقر المنتشر في الصومال بقضية تسليم الرجل؟ أي رابط بين هذين الموضوعين؟ أريد أن أفهم. إذا كان في تسليم الرجل إطعام الفقراء وانتهاء الأزمة الصومالية لأن إثيوبيا اشترت الرجل بمبلغ كبير من المال يكفي لإطعام الشعب بأكمله، بالعقل ألم يكن في أموال الإماراتية والسعودية أكثر نفعا وأكثر فائدة للشعب الصومالي؟ فلماذا رفضت الحكومة الصومالية المليارات؟ ولماذا كنتم تصفقون لها وكنتم ترددون تموت الحرة ولا تأكل بثديها؟ وفي المقابل وافقت الصومال أن تبيع مواطن صومالي بمبلغ صغير من دولة يعتبرها أغلب الشعب الصومالي دولة عدو، وتشق الصف الصومالي وتخسر التأييد والحاضنة الشعبية. فيا رجال الدولة، أليس منكم رجل رشيد؟ ألم يكن أفضل يا سيادة الرئيس أن تكون الدولة الصومالية تلعب دور الوسيط على الأقل بين الجبهة والدولة الإثيوبية، واحتفظت بعض أوراق الضغط عندك بدلا أن تقع في الفخ قد رسمه لك أعداؤك؟ بصراحة كنت ضحية سهلة، وأظن هم أيضا لم يتوقعوا أنك بهذه السهولة وعدم الخبرة، فقد كانت شعبيتك في ارتفاع منذ أن تم انتخابك في فبراير، وكان عبد الكريم شيخ موسى فك الله أسره مقيم في مقديشو قبل أن تأتي أنت للحكم قبل أكثر من 2 ولم تطالب الحكومة الإثيوبية الدولة الصومالية بتسليمه، وحتى بعد الاتفاقية المزعومة كنت أنت أول رئيس صومالي يسلم مواطن صومالي إثيوبيا، لأنهم عرفوا نقاط قوتك أكثر منك أنت، وعملوا على إضعافك، والواضح أنهم قد نجحوا. من جهة خسرت تأييد الشعب والتفاف الشعب حولك، ومن جهة أخرى استبحت الدماء فئة من المجتمع الصومالي تحت شماعة الإرهاب حينما صنفت جبهة تحرير أوغادين، وهذه سابقة خطيرة، وأيضا حين وضعت المسمار الأخير في النعش الصومالي الكبير.
أتمنى من جبهة التحرير والغدير أن تستغل هذه الفرصة، فكما كانت قضية تسليم قلب ضقح قلصت من شعبية فرماجو، كانت فرصة ذهبية للجبهة لتستعيد عافيتها، فالصومال كله خرج دفاعا عن قلب ضقح، ويجب أن تستثمر الجبهة هذه الفرصة وتستغلها بحيث تقوم بمراجعات في هيكلتها وأفكارها لكي تناسب تطلعات المجتمع الصومالي الغربي والمجتمع الصومالي الكبير. يا سيادة الرئيس، أنت تعلم جيدا أنك لم تأتي بأصوات قبلية، فحسن شيخ وشرماركة كانوا أكثر منك عددا، وأيضا لم تأتي بالمال السياسي، فأيضا حسن شيخ وشرماركة وشيخ شريف والأموال الإماراتية والسعودية والقطرية كانت أكثر مما تملك، فلماذا تضيع ما تملك؟ أقصد بها حاضنة الشعبية إلى ما لا تملك رضا إثيوبيا عنك. سئل مسلم الخراساني وهو كان صاحب الدولة العباسية عن سبب سقوط الدولة الأموية، فقال: لأنهم أبعدوا أصدقائهم ثقة بهم وأدنوا أعدائهم تألفا لهم، فلم يصر العدو صديقا بالتأليف وصار الصديق عدوا بالإبعاد. فلا تحرق يا سيادة الرئيس السلم الذي أوصلك للحكم، لأنك سوف تسقط من عليه، ولا تفرح يا سيادة الرئيس باليد التي صفقت، فهي حرية أن تأتي يوما وتصفعك، ولا تفتن الشعب الصومالي وتقتل أملهم. وأشد ما أخاف منه أن يأتي مرشح رئاسة وطني بعد سنوات فيقول الناس مثله مثل فرماجو، فلا تخسروا أصواتكم، ادعموا ابن عمكم حق بها، وتقتل البقية الباقية من الثقة التي زرعتها أنت، ولا تستمر في الهروب إلى الأمام لكي تظهر أمام الناس مظهر الشخص الثابت وتقع في منزلق الالتزام العلني. لا يفهم من كلامنا أننا مع إسقاط الرئيس، بل الصومال في أمس الحاجة للاستقرار، وليس من مصلحة الصومال أن تدخل في أزمة سياسية لا يستفيد منها إلا عدو الصومال. الدولة أخطأت في تسليم قلب ضقح، ولكن ليست ضريبة إسقاط الدولة، ولا الضغط على الدولة لتتوقف عن مثل هذه الأفعال، وأن ترجع للشعب، وأن تخاف من الله ثم الشعب أكثر من خوفها من دول أخرى، لأن مرجعية لله والوطن، وأن تعتبر من الحكومات التي سبقتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الكريم شيخ عثمان، القائد الأعلى لمقاتل الجبهة، تعتبره الحكومة الإثيوبية رأس الأفعى وتسعى للتخلص منه بكل الثمن، بينما يعتبره مقاتله قائدا موهوبا. أعلم أن هؤلاء يكرهونني ويكرهون شعبي، وخلال كفاحنا ضد ظلمهم عرف بعضنا البعض، وأحب أن يعو شيئا واحدا، هو أن قتلي لا يضع حدا لهذا الكفاح المشروع الذي سيستمر إلى أن ينال هذا الشعب حريته.